السلام عليكم. ازيكم؟ معكم احمد علي ودي قناة نيمونكس كلينيك. الف مبروك ليكم بمناسبة ان انتم خلصتوا الثانوية العامة على خير، وان شاء الله ربنا يكتب لكم الخير في حياتكم اللي جاية. النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن كلية العلاج الطبيعي، فانت لو جات لك كلية علاج طبيعي جات لك في التنسيق وانت بتقدم عليها فالفيديو ده ليك. ايه هي كلية العلاج الطبيعي؟ هل فعلا كلية العلاج الطبيعي طب المستقبل زي ما بيقولوا؟ اسئلة كتير بتدور في دماغك ومش لاقي ليها اجابة، فأنا بقدم لك سلسلة كليتك بيتك نتكلم فيها عن كلية العلاج الطبيعي بشكل أساسي، وأحاول على قدر الإمكان أجاوب لك على أغلب الأسئلة اللي بتدور في دماغك. أعرفكم بنفسي، أنا أحمد علي الحباك، طالب بالفرقة الرابعة كلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي. بحكم دراستي وعلى مدار الثلاث سنين اللي قضيتهم في الكلية، وهكون على قدر الإمكان محايد، وفي نفس الوقت هتكون شهادتي مجروحة في الكلية إني أحد من أبنائها، فطالب منك إن أنت تسمع مني ومن غيري وفي إيدك القرار في الآخر. عاوزين نعرف مع بعض ايه هو العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي او الفيزيكال ثيرابي احد التخصصات الطبيه والمهن الصحيه اللي بتقوم على علاج المشاكل على مستوى الجسم كله من اقسام كتير بشكل طبيعي من غير اللجوء للعلاج الكيميائي، وده زي الادويه. الميزه في العلاج الطبيعي انه مش بيكون فيه اعراض جانبيه، وقلما ان بيحصل ضرر مع المريض، طبعا مع اتباع اجراءات الفحص والتقويم. كمان بيقدم الخدمات الطبيه والصحيه في الحالات الناتجه عن مشاكل حركيه او وظيفيه، والحالات الناتجة عن الشيخوخة أو إصابة أو ألم أو مرض، والعوامل البيئية المحيطة حوالينا. طب تعالوا نعرف مع بعض طبيعة دراسة العلاج الطبيعي في مصر. العلاج الطبيعي في مصر بتكون دراستها عبارة عن 6 سنين، 5 سنين دراسية وواحدة امتياز. سنة الامتياز دي بتكون عبارة عن 12 شهر تدريب بيكون في المستشفيات الحكومية. ال 12 شهر دول بيتقسموا بأن كل شهرين طالب بياخد راوند من الراوندات الكلينيكية اللي درسها زي العظام أو الأعصاب أو الأطفال وغيره كتير، وبيكون آخر شهرين في سنة الامتياز وبيكون من حق الطالب اختيار الراوند اللي هو حابه ويشتغل فيه. وفي نهاية سنة الامتياز الطالب رسميا بيتحول إلى طبيب ممارس عام علاج طبيعي. طيب قبل ما نعرف إيه التدرج الوظيفي أو المهني لخريج كلية العلاج الطبيعي، تعالوا نتكلم سريعا عن الأقسام بتاعت الكلية. أول قسم معانا وهو قسم العلوم الأساسية، والقسم ده بيهتم بدراسة أساسيات الخدمات الطبية زي مادة التشريح أو الأناتومي أو علم وظائف الأعضاء والفسيولوجي أو علم دراسة الأنسجة وهو الهيستولوجي أو الكيمياء الحيوية وهي البايوكيمستري، وعلم الأدوية وهو الفارماكولوجي أو علم الأمراض وهو الباثولوجي. من الناحية الثانية بنوضح للطالب أساسيات ووسائل العلاج الطبيعي زي التمارين العلاجية أو العلاج الكهربي أو الإلكتروثيرابي أو العلاج بالماء وهو الهيدروثيرابي. ثاني قسم معانا هو قسم الميكانيكا الحيوية. القسم ده بيهتم بميكانيكية جسم الإنسان والأجهزة المختلفة، وذلك بتطبيق قوانين الميكانيكا وتحليل الحركة، بالإضافة إلى دراسة علم الأرجونومكس، والعلم ده علم حديث نشأ مؤخرا لدراسة العلاقة ما بين الإنسان والآلات اللي بيستخدمها الإنسان في العمل. ثالث قسم معانا هو قسم العلاج الطبيعي لأمراض البطن والقلب والصدر للمسنين. القسم ده بيهتم بأمراض القلب والأوعية الدموية والصدر وأمراض نقص الدورة الدموية، ومن ناحية أخرى بيستحوذ اهتمام على تأهيل المسنين ومرضى القلب والضغط والسكر. رابع قسم معانا وهو قسم العلاج الطبيعي لأمراض النساء والتوليد وجراحتها. القسم ده بيهتم بالأمراض اللي بتصيب المرأة في فترة الحمل وما بعد الإنجاب، كمان بساعد في تأهيل الأم للحمل والمحافظة على صحتها أثناء فترة حملها وإعادة تأهيلها بعد الولادة، وده عشان بيسهل لي عملية الولادة، ما تكونش عملية ولادة متعسرة. خامس قسم معانا قسم العلاج الطبيعي لاضطرابات الجهاز الحركي والعضلي. القسم ده بيهتم بالامراض اللي بتصيب العظم والعضلات زي خشونه المفاصل والام الظهر والانزلاق الغضروف، كذلك تاهيل المرضى بعد الكسور وعمليات الجراحيه. سادس قسم معانا هو قسم العلاج الطبيعي لامراض الاطفال وجراحتها، والطالب في القسم ده بيدرس اضطرابات مراحل النمو والتطور عند الاطفال زي الشلل الدماغي وكذلك عيوب بالنطق والكلام، وده في الفتره من بعد الولاده وحتى سن 18 سنه. سابع قسم معانا هو قسم العلاج الطبيعي للاعصاب وجراحتها. الطالب في القسم ده بيدرس علاج المرضى اللي بيعانوا من اضطرابات عصبيه واللي بتؤثر على الدماغ والحبل الشوكي زي جلطات والشلل الرباعي والرعاش، وبتشمل هذه الامراض عديده من الاضطرابات زي الالم العصبي والعضلي واصابه الاعصاب الطرفيه اللي بيسببها الالتهابات ومرضى السكر والكحول والمواد السامه. ثامن وتاسع قسم مع بعض وهو الجلديه وجراحه والحروق، وده عباره عن قسمين في قسم واحد. طيب بعد ما اتكلمنا سريعا عن اقسام كليه العلاج الطبيعي، ودي ان شاء الله هيكون لها فيديو مخصص لها في الفيديوهات الجايه في سلسله كليه البيت، فتعالوا نعرف مع بعض التدرج الوظيفي او المهني لخريج كليه العلاج الطبيعي. مبدئيا بيكون في خطا شائع ما بيننا، لقب دكتور على الاطباء بكافه التخصصات، وده خطا شائع ما بيننا. اما الاصح اننا نطلق عليه لفظ طبيب، اما لقب دكتور ده بيطلق على اي شخص حصل على الدكتوراه او البي اتش دي في مجال دراسته او ايا كانت كليته، حتى لو كانت كليته او مجال دراسته بعيدا عن المجال الطبي تماما. المسميات لخريج كليه العلاج الطبيعي: اول حاجه معانا طبيب ممارس عام علاج طبيعي، ده بيكون مباشره بعد التخرج، هنا انت مش بتقدر تفتح عياده. ثاني مسمى معانا طبيب اخصائي علاج طبيعي، واللقب ده بيطلق عليه بعد ما تخلص الماجستير بتاعك او بعد 5 سنين خبره من التخرج.
التخرج بيكون لك الحق ان انت تفتح عيادتين. ثالث لقب معانا وهو طبيب استشاري علاج طبيعي، وده بيكون بعد 20 سنه خبره من تخرجك، او 15 سنه من تحضير الماجستير، او 10 سنين من تحضير الدكتوراه. ايه هي المواد اللي بندرسها في سنه اولى، وازاي اذاكرها، واسمع شرح لمين من الدكاتره، وهل العلاج الطبيعي فرصها للسفر بره لدول زي امريكا بتكون حلوه، وهل فعلا العلاج الطبيعي زي ما بيقولوا مش مناسب للبنات. ده كل اللي هنعرفه ان شاء الله. اجوبتنا على الاسئله دي كلها ان شاء الله هنعرفها في فيديوهاتنا الجايه من سلسله كليتك في بيتك. ما تنساش دعمك ليا عشان نكمل في كل جديد. ما تنساش اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام.